وكان مثل المغرب في المؤسسه ديال اليونسكو. غنقول الحقيقه يعني باش الناس يتفهموا القضيه، القفطان ما سجلش باسم الجزائر، هذه مؤكد لثلاث اسباب موضوعيه. لا اولا في القرار ديال التسجيل اللي خصنا نعرفوا بانه كيمر امام جميع انظار الدول ديال اليونسكو، منهم الكوميتي يعني اللجنه الحكوميه اللي كتقول اياه ولا لا، والبلدان الاخرى. لا ديسيزيون يعني القرار كيمر امام انظار في اللائحه الالكترونيه بانه هذا اللي تسجل، شكون اللي معترض شكون اللي ما معترضش. وشفنا مؤخرا كيفاش تم، يعني كان الاعتراض ديالكم وديال السفير المغربي على دس القفطان داخل الملف الجزائري، والقرار هو موجود وغادي يكون الرابط في لو سيت ديال اليونسكو. القرار ديال التسجيل فيه الملحفه والقندوره، وليس فقط ليس ذكر للقفطان. ثانيا الشهاده اللي كتسلم الدوله بعد تسجيل اي العنصر ما فيهاش القفطان، فيها الملحفه. ثالثا وهذا الاهم، ملي تسجل العنصر امام انظار جميع الدول، من حق الدوله اللي كتدوز العنصر تبين الصور ديال العنصر. اللجنه منعت على الجزائر تدوز الصوره ديال القفطان ولا فيديو.